انا مش متعودة اطلع اقول كلام ملزق، بس النهاردة جاي اتكلم في موضوع يبدو ان هو ملزق. هنتكلم النهاردة عن ازاي تضيفي طابع من الرومانتيكية الحالمة المشبعة لحياتك. ازيكم يا احلى دارك فيمز؟ زي ما قلت في الانترو، الموضوع النهاردة رومانتيكي وعن تجربة، يعني من واحدة ما كانش ليها في الاجواء دي خالص، وكل حياتها عملية وبتتمحور حول الانجازات والاهداف بس. فاني اخلي احداث حياتي حالمة ورومانسية كان بالنسبة لي موضوع تافه شوية. فخلونا الاول نفهم يعني ايه romanticizing your life. الترجمة الحرفية بتاع الكلمة دي هي اطفاء طابع رومانسي او التعامل مع الاحداث بشكل رومانسي وحالم. طب ازاي؟ مش الرومانسية دي المفروض يعني اتنين بيحبوا بعض فبيعاملوا بعض برومانسية؟ ازاي هقدر اعمل ده في حياتي وبدون وجود اي حد اشارك الرومانسية دي؟ وهنا بقى هتدخل علشان اوضح لك المعنى اللي مش حرفي بتاع الكلمة دي. romanticizing your life مش معناها ان انتي تمشي تحبي على نفسك او تحضني الكوميدينو مثلا. romanticizing معناها to have fun and joy of the small things، يعني تستمتعي بالاحداث البسيطة الروتينية بتاعت حياتك. romanticizing your life معناها ان انتي تضيفي البهجة على اي عادة بسيطة روتينية بتعمليها، تعلي الليفل بتاع الحاجة دي اللي هي كده او كده هتتعمل. انت اللي بتختاري انك تركزي على الجانب الحلو من الحاجة دي وتستمتعي بكل تفصيلة بتعمليها وتديها الانتباه والاتقان والاستمتاع الكافي. في النهاية لو جيتي بصيتي ليومك بل لحياتك كلها هتلاقيها عبارة عن لحظات صغيرة روتينية متكررة معاكي. فمش لازم تستني كل فترة يحصل لك حدث كبير يخرجك من المود ويكسر الروتين والملل. اخلقي انت الحدث ده في كل تفصيلة بتعمليها في يومك. طيب يعني اعمل ايه يا سيرين؟ برضو اول حاجة محتاجاها هي الانتباه، ان انت توجهي انتباهك وتركيزك للحظة والحدث اللي انت فيهم، مش في الماضي ومش في المستقبل. واتكلمت عن المبدأ ده وهو مبدأ الحضور في فيديو من الفيديوهات على القناة، تقدري تشوفيه لو عايزة تعرفي اكتر بشكل تفصيلي عن الموضوع ده. تاني حاجة هتعمليها هي ان انت تعلي الليفل. يعني ايه؟ يعني بصي كل حاجة بتعمليها واسألي نفسك ازاي اقدر احول اللحظة البسيطة الروتينية الهايفة دي لحاجة فانسي، حاجة انيقة كده، حاجة حدث كبير ووثير كده، يعني حاجة فخمة كده، زي الكادرات او السينز اللي احنا بنشوفها بتاعت الافلام كده. صدقيني لو فكرتي وسألتي نفسك السؤال ده هتطلع معاكي افكار ما كنتيش تتوقعيها خالص. وهديكي امثلة على كده عشان تفهمي. مثلا لو هتطبخي اكلة معينة، بدل ما تعمليها وانتي مستعجلة ومتدربكة وعايزة تخلصي وخلاص، خدي وقتك وقعدي الاول افتحي موبايلك، شوفي فيديو بيشرح الاكلة دي بتفاصيلها الصحيحة، اعرفي طرق جديدة مثلا لتنفيذ الاكلة الروتينية بتاعتك دي. حتى لو طبختيها قبل كده 100 مرة، جربي تعمليها المرة دي بشكل جديد. شغلي على تليفونك ميوزك حلوة كده فان تحمسك وانتي واقفة في المطبخ. بعد كده ادخلي روقي المطبخ الاول عشان تشتغلي كده في بيئة مريحة نفسيا. جهزي مكونات الأكلة، كل مكون لوحده كده في أطباق صغيرة زي ما بتشوفي الشيفات بيعملوا في التلفزيون. البسي مايلات المطبخ، حطي باند كده على راسك أو فيونكة بشكل لطيف، اللي هو دخلي نفسك في المود كده كأنك بتشوفي فيديو كليب مثلا لنانسي عجرم واقفة بتطبخ في المطبخ. شوفي الجو بتاع الكليب هيبقى عامل ازاي، طريقة اللبس بتاعتها، طريقة الحاجات، الكلام ده كله، الديكورات، الحاجات دي كلها. هو ده بالظبط اللي انت محتاجة تعمليه بس في حياتك الواقعية، عشان تحولي حياتك من حاجات وتفاصيل روتينية انت بتكرهيها لتفاصيل انت حباها ومستمتعة بيها. حاجة تانية، هاتي حاجات بسيطة في البيت، ديكورات بسيطة، تاتشات كده لذيذة بسيطة، حطيها وغيري بيها مود البيت وجو البيت كله. يعني مثلا ممكن تجيبي اكياس مخدات ستان، حاجة تديكي طابع الفخامة، طابع الثراء كده، رغم ان انتي ممكن يبقى مش معاكي ولا جنيه في البنك عادي، بس انتي نايمة على مخدات حرير، يعني يا سلام. واسعارها مش غالية باي ذا واي. ممكن برضو نفس الفكرة تعمليها في الكوشنز او في المخدات على الكنبة بتاعتك او الصوفة بتاعتك، حطي كوشنز حرير او ستان. ممكن تجيبي شموع ليها ريحة حلوة وتشغليها دايما، تعطري بيها دايما البيت، تشغلي دايما في الخلفية ميوزك كده. كل مود وليه الميوزك بتاعته. يعني الصبح تشغلي مثلا موسيقى صباحية كده تحمسك، جاز او اي حاجة تخليكي متحمسة لليوم. بالليل تشغلي ميوزك هادية
او اغاني بقى تراديشنال، يعني فيروز مثلا، ام كلثوم. شوفي ازاي انت تقدري تعلي ليفل حياتك واعملي ده. انت اكتر واحده تعرفي تقولي ايه اللي ممكن يعلي الليفل بتاع حياتك. كمان قبل ما تنامي مثلا ممكن تعملي روتين للعناية ببشرتك، والروتين تعمليه بنية ان انت فعلا بتهتمي بنفسك، مش مجرد ان هو عادة انت اتعودتي تعمليها او بتعمليها وانت متضايقة. يعني انا كانت بتحصل معايا الحاجة دي، ان انا عايزة اعتني ببشرتي وعايزة احط كريمات بس الموضوع كان تقيل على قلبي. يعني كنت بعمله اللي هو يلا اهو اهو بحطه وخلاص، يعني عشان ابقى عملت اللي عليا. لكن الفكرة في كل الحاجات اللي انت بتعمليها دي، هي ممكن تاخد منك شوية وقت عن الطبيعي، بس انت بتعمليها علشان انت تستمتعي باللحظة، عشان انت في الاخر النتيجة تعود عليكي انت بالفايدة، انت تبقي مستمتعة، مش تعملي الحاجة وتضيف على نفسك لود وعبء تستهلكي وقت في تظبيط الحاجات الفاضية دي وانت نيتك مش متفعلة اصلا ومش عارفة انت بتعملي كده ليه، مجرد تقليد اعمى. فلازم الاول لازم تفعلي النية عشان تعرفي تستمتعي بجد بالحاجات دي، ما تحسيش ان هي مضيعه للوقت وخلاص. فبشكل عام romanticizing your life معناها ان انت تحولي حياتك لفيلم، كأنك بالظبط بتحولي حياتك لفيلم او لمسلسل. زي ما في الفيلم بيهتموا قوي بالديكورات وبشكل الكادر في الكاميرا طالع ازاي، وبالفيو وبالاضاءة وبالشكل المنظر العام وبالموسيقى التصويرية. شفتي كل تفاصيل الفيلم دي انتي تقدري تعمليها بس في الواقع بتاعك، لان الواقع بتاعك هو يعتبر فيلم وانتي البطلة بتاعته. فاهتمي، يعني بروزي البطلة كده. شوف المخرج بيركز ازاي على البطلة في الفيلم، ركزي انتي كمان على نفسك في الفيلم بتاع حياتك ده، وركزي كمان على الكادر، خليه مريح للعين وخليكي بتمثلي في الفيلم ده وانتي مبسوطة. يعني خليكي عايش الحقيقة والواقع بتاعك اللي هو الفيلم يعني بتاعك، وانتي مبسوطة وسعيدة بالتفاصيل بتاعته. لو انت بقى عايزة ادوات تساعدك ان انت تضيفي اللمسة الرومانتيكية دي على حياتك، على مظهرك كمان بشكل اخص، تقدري تزوري صفحة The Dark Femme على الانستجرام. هسيبلك اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت. ده براند انا بأسس له بقالي فترة، هيضم ان شاء الله كل ما يخص الدارك فيمز والدارك فيمينيتي، من ملابس ومن اكسسوارات ومن ميك اب باذن الله ان شاء الله، من كل حاجة تخص الدارك فيم. لو انت عايزة توصلي للنوع ده من الطاقة بتاعتك، اللانشنج بتاع البراند هيكون ان شاء الله في خلال اسبوع من موعد نزول الفيديو ده باذن الله ان شاء الله. والمفاجأة الأحلى والأحلى إن أنا إن شاء الله يوم إطلاق البراند اللي هو بإذن الله يوم 1/11 أطلع معاكم ويبينار ماستر كلاس في الجاذبية، فن الجاذبية ولغة الجسد بتاعة الفيم فيتالز والدارك فيمز. دي المفاجأة اللي أنا كنت اتكلمت عنها. أول مفاجأة كانت تحدي الأنوثة المظلمة، وأعتقد بنات كتيرة جدا شاركت معايا في التحدي ده واتبسطوا جدا من النتيجة. تاني مفاجأة هي الويبينار، واللي هعللكم فيه عن المفاجأة الثالثة بإذن الله هيكون يوم الانطلاق بتاع البراند The Dark Femme Store. قولوا لي كده نفسكم في ايه تاني وانا اعمله لكم. الويبينار ده يكون مفيد لبنات كتير جدا، لان موضوع طلب مني كتير قوي. اعملوا لايك وسبورت كده وخشوا خدوا لفه في The Dark Femme اللي قلت لكم عليها. وكمان لو عندك اي استفسار تقدري تبعتي لي على صفحتي الشخصيه، صفحه سايرين على الانستجرام. بس كده مش عايزه اطول عليكم، بحبكم كلكم بجد وشكرا لدعمكم جدا. اشوفكم قريب في فيديو جديد. باي باي.